عمرك ما حسيت إنك ندمان؟ لأ، في العموم أنا ما باندمش يعني. تندم. طب قُل لي ليه بيقولوا دايمًا الزمالك محتاج رمضان صبحي، ورمضان صبحي محتاج الزمالك؟ والله مش عارف برضه هُم بيقولوا كده ليه، الزمالك طبعًا نادي كبير وباحترمه وباقدّره جدًا، بس ما أعرفش أنا زي ما باقول لِك هي الناس ممكن تكون بتربط مثلًا إن دلوقتي في مشاكل عشان رمضان مشي من الأهلي فيجيبوا اسمه يرتبط بالزمالك، لكن أنا عايز أقول لِك إن الحقيقة ولا في حد مسؤول ولا أي حد من الزمالك كلمني ولا أنا أصلًا يعني أنا برضه باسمع الموضوع زي ما باسمعه منِّك دلوقتي مني دلوقتي. يعني إمم. باسمعه على التلفزيون، على السوشيال ميديا، موجود. باسمعه من بالضبط. الحاجات دي، بس أنا ما أعرفش يعني اللي بيقول كده بيقول كده على لساني أو بيقول كده، وأنا ما باحبش أطلع عامةً أكدِّب، أنا باخلّي اللي بيتكلم يتكلم، ولو أنتِ شُفتِ هتلاقي كمان إن أنا ظهوري مش كتير وما قليل باطلعش جدًا. وما باطلعش أوضّح حاجات، فخلاص يعني كل واحد زي ما قُلت لِك أنا برضه لو طلعت ووضّحت قُلت ما فيش حاجة حصلت مثلًا، وحد تاني عايز يصدّق هيصدّق، إمم. هو ده مش يعني هيصدّقك لمّا بتقول كده. ال لمّا ال بتنفي مش هيصدّقك الجمهور، لأ، مفروض عندك مصداقية عند الجمهور، لأ مش مش كده، فاقدها. لأ إمم. مش كده، إمم. لأ مش كده، أنا باقول لِك أنا دلوقتي لو طلعت أنفي في ناس هتصدّق، بس لو في واحد في داخله عايز إن هو ما يصدّقش الكلام ده، مش هيصدّقه، عايز يغلطك هيفضل مغلطك، بالضبط كده، فأنا مش فهمتك. هتفرق اللي أنا سواء أطلع أقول ده حصل والّا ما حصلش، هو اللي عايز يصدّق حاجة هيصدّقها واللي مش عايز خلاص. سمعت حماك إكرامي، كابتن إكرامي طبعًا، لمّا قال نصًا لو رمضان صبحي فكّر يروح الزمالك هاذبحه؟ سمعتها بس هو بيقولها مداعبة يعني، كان مداعبة هزار؟ ده، أصل في الآخر كابتن إكرامي يعني زي ما أنتِ قُلتِ هو حمايا، في الآخر أظن راجل باحترمه وباحبه، أوقات ساعات باخد قرارات، بس خلّي بالِك أنا كل قراراتي الحمد لله اللي أنا باخدها من دماغي، أنا مش صغير ومن زمان أنا شايل المسؤولية وطلعت الدرجة الأولى بدري وشُفت حاجات، فيعني لأ، أظن يعني اللي هو كان بيقولها يعني عشان كابتن إكرامي متربي في الأهلي وبيحب الأهلي وكل حاجة، لكن في الآخر أنا عايز أقول لِك إن الواحد لو في قرار بياخده من نَفْسه يعني، فأظن إن كابتن إكرامي مش هيبقى ليه دخل بالموضوع أصلًا، يعني هو كابتن إكرامي مش طرف في أي حاجة حصلت قبل كده ولا هتبقى بتحصل بعد كده. طب قُل لي إجابة صريحة، لو الأهلي والزمالك بيلعبوا ماتش النهارده، هتقعد تشجّع مين؟ لأ ده صعب جدًا اللي أنتِ بتقوليه لي ده، ما أشجّع بيراميدز أنا دلوقتي على قوة نادي، فأنا ما ليش دعوة أنا باتفرّج عليهم هابقى نِفْسي بقى عارفة زي ما هم برضه هابقى نِفْسي الاتنين مثلًا يتعادلوا لو هو في مصلحة بيراميدز، إمم. عشان إحنا مثلًا نبقى أنت الأول مثلًا. هتشجّعهم بس تشوف النتيجة لصالح بيراميدز، نادي تالت غير اللي بيلعب. بالضبط كده، ما هو ده النادي اللي بالعب فيه، هو ده شغلي، أنت جبار يا رمضان. بجد؟ آه طبعًا، ليه؟ تتفرّج على ماتش الأهلي والزمالك وتقول النتيجة لأ لصالح بيراميدز، لو الأهلي بيلعب في أفريقيا أو حاجة هاكون باشجعه طبيعي، ولو الزمالك بيلعب في أفريقيا برضه لكن مع لو مثلًا بيلعبوا ضد هاكون بعض أنا باشجعه. ما ليش دعوة. لو هُم بيلعبوا ضد بعض أنا حاجة يعني هابقى عايز أشوف مصلحة فريقي، وأظن كل الناس بتفكّر كده، يعني كل الناس مش كل بتفكّر الناس كده. بتفكّر كده. بجد؟ لأ طبعًا. ما أعرفش، أنا عن نفسي خلّي بالِك أنا باقول لِك اللي في قلبي وباقول لك اللي ما أنا الناس باقول لك أنت عندك وأنا جبروت، لأ وأنا رمضان صبحي جبروت. لا والله وباقول لِك برضه إن اللعيبة كلّها بتفكّر كده، بس ممكن لمّا تقعد هنا ما تقولكيش كده. بس أنت تقول لي، عشان أنا صريح. لأ مش عشان ما تاخديها يعني مش عايز برضه آخد ما هو الناس في بُص، حتّة تقول اللي أنا ده لي رمضان يا أو مش عارف إيه، صريح فبيقول يا صريح مش أو هَمّك. لأ مش كده خالص، مش واخدها كده، أنا باقول لِك الصح اللي أنا في نادي أنا دلوقتي ما أنا هاخد معاكِ دلوقتي مثلًا، إمم. افرضي مثلًا الزمالك كسب، الزمالك ده هو المنافس بتاعنا وهو كان مسابقنا، أنا هاتبسط لمّا هيكسب، ما أنا كده مصلحة فرقتي اتضرت أو مصلحتي وشغلي أنا اتضر والأهلي نفس الكلام، فأنا هابقى عايز أنا ما ليش دعوة العبوا زي الماتشات اللي بتتلعب وأنا أهم حاجة أنا عايز فرقتي هي اللي تكسب، هاشجع فرقتي مش هاشجع فرقة تانية يعني. أنا باحييك على صراحتك بجد؟ بس هي مش جدًا. صراحة هو ده الطبيعي خلّي لأ بالِك، بس باحييك هو على ممكن الناس ممكن ما طبيعتك تقولش ده. بالضبط، باحييك على طبيعتك في الإجابات، لإنه زي ما أنت قُلت مش أي حد دايمًا الناس لمّا بتقعد قدّام أو على كرسي الضيف بتجمّل الإجابات، أنت بتقول المضبوط واللي في قلبك بدون رتوش وبدون تجميل.